السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصل رسالتي هذه إلى كل ملتحٍ أو داعية أو عالم جزائري. أنا هنا لا أريد التحدث عن ذباب الإلكتروني الجزائري، وإنما أوجه كلماتي إلى كل إنسان صاحب خلق وصاحب علم وصاحب نصح ومن أي منزلة في المجتمع. أسألكم جميعا، هل هذا كلام الله بيننا وبينكم الذي تؤمنون به ونؤمن به؟ قال الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب جنبي وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هذه الآية في الأصل تتكلم عن الجار الفرد، لكن العلماء يذكرون أن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب، فالآية تقول والجار ذي القربى والجار الجنب. ومن حيث المعنى الدول المتجاورة أولى بالدخول في خلق الجوار، حسن المعاملة، كل أذى، السعي في الإصلاح، عدم الظلم. وبين المغرب والجزائر بالذات شعبان مسلمان جاران في الأرض وبينهما رحم والتاريخ مشترك، فالمعنى الشرعي والأخلاقي للآية ينطبق من حيث وجوب حسن الجوار بين الشعوب وتحريم الإضرار والعداوة بغير حق. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن، كررها ثلاثا. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه شره وأذاه. لم تصل إلى علماء الجزائر. تحدثوا لا تبلعوا لسانكم عن قول الحقيقة، لأن أغلب من يتحدث في هذا الجانب يبلع لسانه عن قول الحقيقة ولا يذكر من هو مسبب الفتنة ولا أسبابها، أو يدعي أنه لا يعرف، فهذا كذاب منافق. لسنا هنا نتحدث عن ما يقال في مواقع التواصل الاجتماعي، نحن نتحدث هنا عن قنوات رسمية تابعة للدولة وممولة من طرف الدولة. أين أنتم يا علماء الجزائر من هذه الفتنة الحقيقية؟ قال الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. أين أنتم يا علماء الجزائر من قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. أين أنتم يا علماء الجزائر؟ إنصاف المظلوم من الظالم. من الذي مول مجموعة من الناس 50 سنة من أجل الإضرار بمصلحة الجار المغرب؟ من الذي قام بطرد إخوانه يوم عيد الأضحى؟ من الذي فرق بين الرضيع وأمه في عيد الأضحى؟ من قام بغلق الحدود في الأصل حق لكل إنسان مسلم أو حتى غير مسلم في التنقل دون عقاب؟ من أغلق الأجواء ومنع طائرات مغربية بالمرور بينما سمح لطائرات فرنسية تتجول كما تشاء، وهي التي قتلت منكم 1.5 مليون؟ أنتم تقولون أنها قتلت منكم 1.5 مليون وتفتخرون أنها قتلت منكم 2.5 مليون. من الذي مول أكثر من 10 قنوات إعلامية ويفرض عليها قصصات يومية مضمونها التشويه والتضليل بسمعة الجار المسلم، وإلى اليوم لا يزال التضليل والتشويه من طرف قنواتكم ليلا ونهار؟ أين الجزائر؟ أين الحمية والشجاعة التي فيكم؟ أين البصيرة؟ يا من تدعون الرجولة في المدى والحق يذبح بينكم. الحق يعرف بالثبات لنصره لا بالخطاب الميت فوق المنبر. السلام عليكم.